السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي من أول اسكندرية لحد أسوان، أهلا 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 بيكم. معاكم مستر قابل السعيد في ترم تاني جديد، كله جديد في جديد، مع منهج تم تجديده مخصوص من أجل عيونكم، وبقى عبارة عن مادة الأحياء ومادة الجيولوجيا. النهاردة عندنا وحدتين، الوحدة الثالثة أم 5 دروس، والوحدة الرابعة أمه 3 دروس. 3 و5 8 دروس كبار، عايزين نحللهم بقى مع بعض شرحا وحلا وتطبيقا وفقا إن شاء الله لتقييمات الوزارة، لا وكمان للكتب الخارجية بإذن الله. الدرس الأول الغلاف الحيوي. أنا مقسمهم لكم إلى 3 فقرات، هم دول اللي أنا عايزهم منكم. تسمع مني الفيديو لو سمحت، ويا ريت تنفذ اللي هقوله. بعد ما تسمع الفيديو تلخصوه، عايزك تلخص كل فقرة بأسلوبك، بأسلوب بنت الدكتورة الجميلة وابن الدكتور الجميل. بعد ما ألخص أطبق وأحل. يبقى أنا عندي 3 خطوات: أتفرج على الفيديو وأفهم، أدي 1. ألخص، ودي نقطة مهمة جدا، ألخص كل ما أنا فهمته، أدي 2. أطبق وأحل، أدي 3. بإذن الله مش هيقدر عليك حد. خلاص الموضوع خلص. والكلام ده لو في أي مادة كمان هتلاقي الدنيا جميلة جدا بإذن الله. النقطة الأولى: ما هو الغلاف الحيوي وما علاقته بباقي الأغلفة؟ نروح للورقة 2. أولا الغلاف الحيوي حبايبي اسمه غلاف إيه؟ رد يا مستر محمد. مستر محمد ده بقى مدير التصوير يا شباب اللي منورنا النهارده. ما معنى كلمة غلاف حيوي؟ كلمة حيوي مأخوذة من لفظ، أيوه سامع ولادي بيقولوا الحياة، صح كده؟ يبقى الغلاف الحيوي كلمة تدل على الحياة. طيب هو أنا عندي كم أصلا غلاف للكرة الأرضية؟ تعال نكتب كده: أغلفة كوكب الأرض اللي احنا من سكانه. يلا بينا، تعالى كده رسمة كروكي كده جميلة للناس الحلوة الجميلة، وادي نباتاتها اهي بالشكل ده. طبعا ده جبل زي ما احنا عارفين. كمل يا مستر. كم غلاف من أغلفة كوكب الأرض؟ أولا غلاف جوي، طبعا وحد يقدر ينسى الغلاف الجوي؟ غلاف مائي، سواء ميه عذبة أو مالحة طبعا أو متجمدة كمان. غلاف صخري، اليابس والصخور ومكوناتها. كده كم غلاف؟ 3 أغلفة. طب استنى بقى قبل ما أدخل على الرابع. الحياة موجودة في الغلاف الجوي؟ الجو يوجد بيه حياة، امال الطيور دي بتعمل ايه؟ تمام. طب المية فيها غلاف فيها حياة؟ ايوه، شعب، طحالب، اسماك، المرجان، كل الكلام ده. طب والغلاف الصخري على سطحه يوجد حياة؟ طبعا، النبات والحيوان والإنسان والكائنات الدقيقة. اضرب دور بقى في الخلاط مع بعض يطلع الغلاف الحيوي. حد كده من ولادي يقول لي يعني ايه بقى الغلاف الحيوي؟ كل حياة موجودة في أي غلاف من أغلفة الأرض، ابتداء من المية نهاية بقمم الجبال. أي مظهر حياة موجود سواء كان في المية أو على اليابس أو في الجو أسمي ده غلاف حيوي. فالغلاف الحيوي حيز الحياة الموجود في أغلفة كوكب الأرض، سواء كان غلاف المائي أو الصخري أو ما يسمى بالغلاف الجوي. طب ده كلام مهم جدا. كده أنا عرفت يعني إيه غلاف حيوي. بس عندي سؤال، ده من كلامك كده يا مستر عايز تقول إن في ارتباط بين الغلاف الحيوي والمائي والصخري والجوي؟ قطعيا نعم. طب يا مستر ممكن تجيب لي مثال أو دليل يأكد على كلام حضرتك؟ عينيا الجوز واللوز كمان، يلا بينا. هدي مثال بالنبات، وده من الكائنات اللي هي يا شباب الحية. حلو قوي. هندي مثال بالنبات، مرة وهو حي مرة وهو ميت. يلا نشوف تفاعل الأغلفة دي وعلاقتها بالغلاف الحيوي. يلا بينا. النبات ده يا جماعة كلنا عارفين من واحنا صغيرين انه بيعمل عملية مهمة جدا اسمها البناء الضوئي. حلو قوي. العملية دي النبات بياخد فيها غاز مين من الجو؟ ثاني أكسيد الكربون. كده يبقى هو اعتمد على الغلاف مين الأول؟ الجوي. وبياخد مية H2O، كده اعتمد على الغلاف المائي.
وبياخد املاح من التربه، كده اعتمد على الغلاف الصخري. شفت النبات اعتمد على كام غلاف اهو؟ النبات ده كائن حي، عشان يعمل عمليه البناء الضوئي خد من الجو ثاني اكسيد الكربون تبع الغلاف الجوي، خد H2O من الغلاف المائي، خد من التربه الاملاح ادي الغلاف الصخري. يعمل ايه بقى؟ الثلاثه دول مع بعض كده اهو في وجود الضوء يروحوا مطلعين لنا، امسح بس الزياده دي كده، ايوه، يروحوا مطلعين اكسجين يرجع للغلاف الجوي. جميل كده. يروحوا مطلعين لنا بخار المياه اللي بيطلع في الغلاف الجوي ثم يتكثف يرجع للغلاف المائي. يروحوا مطلعين لنا الغذاء. وهنا بقى هقف وقفه كده للناس الجميله. مش انا كده ممكن اقول على النبات كائن منتج؟ ليه قلت عليه منتج؟ لانه انتج الغذاء، كائن يقدر يحضر غذائه بنفسه يا شباب. الكائنات المنتجه هي الكائنات اللي بتقدر تعمل عمليه البناء الضوئي. دي معلومه خدها كده وخليها في جيبك، هنحتاجها بعدين. يبقى انا كده قلت ان النبات خد مواد اعتمادا على الثلاث اغلفه دول يا دكتور حمزه رئيس الماده العلميه اللي هيرد عليكم على اسئلتكم باذن الله يا شباب. خد ماده من الغلاف الجوي تتمثل في ثاني اكسيد الكربون، خد H2O من الميه، خد من الصخري الاملاح، قدر يحضر اكله، قدر يطلع لنا غاز الاكسجين، قدر يعمل لنا بخار مياه. كل الكلام ده يا جماعه وهو حي. طب لو مات لا قدر الله، اذا مات النبات يحصل له تحلل، فتروح ترجع العناصر المفيدة والكيميائية اللي كانت جواه للتربة مرة تانية. يعني النبات بعد موته زي أي كائن حي يا حبايبي بيتحلل، نسأل الله حسن الخاتمة، قولوا أمين. يتحلل وترجع عناصره للتربة مرة تاني، ويرجع تاني النبات يموت ويتحلل عشان عناصره اللي كانت مفيده ترجع للتربه، التربه تبدا تبدي العناصر دي لنبات جديد يبدا يعيد الدوره مره اخرى. ده يا حبايبي الرد على الفقره الاولى اللي كان عنوانها ما هو الغلاف الحيوي وما علاقته بباقي الاغلفه. هو حيز الحياه على كوكب الارض ومرتبط بالغلاف الجوي والمائي والصخري، واديتك مثال من النبات، والنبات كمان سواء كان نبات حي او لما بيموت. طب دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه مكونات الغلاف الحيوي. ما هي مكونات الغلاف الحيوي؟ عندي مكونين، عندي عوامل حيه وعندي عوامل غير حيه. يبقى انا عندي كم نوع من العوامل؟ عندي نوعين، عوامل يا حبايبي حيه وعوامل غير حيه. اديني امثله يا مستر، يلا بينا. العوامل الحيه اولا هيبقى النبات، نروح مغيرين اللون وهتفهم ليه انا غيرت اللون. ثم الحيوان والانسان، ثم نغير اللون، ثم الكائنات الدقيقه زي البكتيريا والفطريات والديدان. جميل، ركزت كده؟ طيب نيجي هنا بقى في الغير حيه. عندي الثلاث اغلفه، الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الصخري. جميل، تعال لي هنا بقى ولادي وحبايبي طلابي اللي انا بحبهم جدا جدا جدا. نقف هنا باللون الاسود زي ما هو. الكائنات الحيه الموجوده على الكوكب متصنفين على التصنيف ده. النبات وهو كائن منتج للغذاء. يعني ايه؟ يعني بيقدر يحضر غذائه بنفسه من عمليه البناء الضوئي، ويرجع لاول الفقره الاولى. طيب الحيوان والانسان كائنات مستهلكه. يعني ايه بقى مستهلكه؟ يعني ما بتقدرش تحضر غذائهم بنفسهم، فبيتغذوا على الاخرين.
يا جماعه بصوا على الانسان، معاليك بتاكل ايه؟ تعالى ندي مثال، يا جعان بصراحه ومش عايز اجوع نفسي اكتر بس يلا بينا. لما اكل ملوخيه بالارانب ايه رايكم فيها؟ مين بالبنات بيعرف يعملها؟ طيب اكتبوا لي في التعليقات كده مين بيعرف يعمل ملوخيه بالارانب ده لو تعرفوا يعني. لما اكل الملوخيه كلت نبات، طب لما اكل الارانب كلت حيوان. طب ليه يا مستر بتاكل الاثنين؟ لان انا ما بقدرش احضر غذاء بنفسي، ما بقدرش. الحيوانات نفس الكلام، تلاقي التعبان بيتغذى على الضفادع ويتغذى على التعبان ويتغذى على الارانب ويتغذى على الفئران. ليه التعبان بتعمل كده؟ يقول لك ما بقدرش. تلاقي سمكه القرش بتاكل منهم اصغر منها من السمك وممكن تفترس الانسان وانتم عارفين ده. ليه سمكه القرش؟ يقول لك ما اقدرش احضر غذائي بنفسي فبضطر اعتمد على الاخرين. دول اسمهم المستهلكين، الكائنات المستهلكه اللي ما عندهمش قدره على القيام بالبناء الضوئي. طيب سواء النبات مات او الحيوان او الانسان، اي منهم الكل بيموت والكل سيفنى. تروح جايه الكائنات المحلله الدقيقه تعمل على تحلل اجسام الكائنات السابق ذكرها. طب بعد ما تحللهم تعمل فيهم ايه؟ تاخد العناصر اللي كانت جوه جسمهم ترجعها للتربه تاني. وده عنصر بيخلي فيه دوره للمواد الغذائيه وللطاقه في البيئه، هنتكلم عنها كمان شويه. اما الجو والماء والصخر متكلمين عليهم من شويه، لكن عندي سؤال وعايز ولادي كلهم يردوا عليا. هل تتوقع ان العوامل الحيه تقدر تعيش في الغلاف الحيوي من غير تفاعل مع العوامل الغير حيه؟ عايز حد يرد. ها؟ لا طبعا ما ينفعش. لابد ان يحدث بين الحي والغير حي مجموعه من التفاعلات تؤدي الى الاتزان البيئي. انا هدي مثال واتمنى ان ولادي يردوا عليا. معالي بنتي وابني اللي قاعدين قدام الكاميرا او قدام الموبايل بيتفرجوا عليا دلوقتي، مش انتوا بتصنفوا من البشر؟ ايوه، يعني انتوا كائنات حيه كمين. ينفع حبايب قلبي نعيش في هذا الكوكب وهذا النظام من غير غاز الاكسجين؟ لا طبعا. يبقى احنا لازم نعتمد على الغلاف الجوي. طب ينفع نعيش على هذا الكوكب من غير بق الميه؟ انت شفت لما بنصوم رمضان 16 ساعه اول ما اذان المغرب يقول الله اكبر، ربنا يعيد الايام دي علينا جميعا، بنجري جري على مين؟ ورمضان على الابواب اهو، بنجري جري على الميه. ليه يا ابني؟ اهدى بس وصلي على النبي كده بالراحه. يقول لك عطشان عطشان. بص يقولها ازاي؟ يعني الميه عنصر مهم جدا لازم نعتمد عليه. طب ما عليك، الصخور والكوكب واليابس عايشين عليهم، بيطلع منهم الاملاح، بيطلع منهم ثروات بتروليه، بيطلع منهم مواد جميله برضه بنعتمد عليها. اذا مش ممكن تجد الكائنات الحيه يقدروا يعيشوا من غير ما يعتمدوا على الغير حي. هو ده يا جماعه النظام البيئي المثالي، أن يكون هناك تفاعلات وعلاقات وارتباطات بين العوامل الحية لا والعوامل الغير حية. هات مثال النبات كمان، لسه أنا مدي المثال أهو بالنبات. النبات عشان يقدر يعيش محتاج غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، محتاج المية من الغلاف المائي، محتاج الأملاح من الغلاف الصخري. هات لي أي كائن حي على الكوكب أتحداك يقدر يعيش من غير ما يكون في تعاملات مع المواد الغير حية. عشان كده حبايبي لابد أن يكون هناك مجموعة من التفاعلات بين مين ومين؟ بين العوامل الحية والغير حية. ده يرجعني تاني للورقة الأولى. يبقى كده مكونات الغلاف الجوي أهو بكتبها اهي. عندي عوامل حية وعندي عوامل غير حية. لازم يكون بينهم مجموعة من مين؟ من التفاعلات، من الارتباطات، عشان يحصل اتزان بيئي. كلام جميل جميل جميل، يا رب يكون ولادي فاهميني وعيد تاني ومرة واتنين. ده يدخلني على مستويات التنظيم. خلاص خلصنا الجزء ده، آخر جزء مستويات التنظيم في الغلاف الحيوي. تعال نبص. مستويات التنظيم. بص بقى معايا، كل بنت وولد قاعدين قدامي لازم يفهم النقطة دي كويس قوي. أي مستوى، أي نظام بيئي، أي شيء في الحياة بتحصل بتدرجات. بتبدأ من بسيط
تبدا تطلع لمعقد. شوف كده النظام اخواتنا وحبايبنا في جهاز الشرطه، بنبدا مع عسكري، صول، امين شرطه. انا طبعا مش خبره قوي يعني، يعذروني حبايبي لو في المجال ولقوني جبت رتبه قبل رتبه، بس انا بحاول يعني. ثم ملازم اول، مقدم، وانت طالع بقى لغايه لما توصل للوزير. الكلام ده كله يا جماعه موجود، لازم تلاقيه موجود. تسلسل بيبدا من بسيط، يطلع لمعقد وهو الاكبر حجما. جميل. تعال نشوف ده بقى في النظام او الغلاف الحيوي. التسلسل ده موجود ازاي؟ واحد، الكائن الحي. ايه رايكم ناخد كائن حي اللي انتوا عايزينه؟ ايه رايك؟ حب مين يا دكتور حمزه؟ ناخد مين كائن حي مثال لينا؟ لا اجيب ايه يا عم، تجيب حاجه عدله يا عم حمزه. ماشي، هو قال سمك، انا بقول ارنب اهو زي ما قال الدكتور حمزه. الارنب ده بيمثل مين؟ كائن حي، ابسط حاجه في المنظومه كلها، كائن واحد. طيب دكتور حمزه، هات ارنب جنب ارنب جنب ارنب جنب مجموعه من ارانب كتير، يتسمى دي جماعه حيويه. يبقى الارانب جماعه حيويه. يبقى من هو الكائن الحي؟ الفرد وهو لوحده بذاته، ده بسميه كائن حي. طب جمعت منه نسخ من نفس نوعه، يعني ارنب 2 3 4، اسمي ده جماعه حيويه. فما هي الجماعه الحيويه؟ تكرار عدد من الكائنات الحيه من نفس نوعها. ارنب، ارانب، غزاله، غزلان، وهكذا. طيب ايه بقى المجتمع الحيوي؟ ركز قوي. هو الارنب ده عايش فين؟ هنقول عايش في غابه. انا بدي مثال. عايش مين معاه؟ خد بالك الارنب اهو، عايش معاه نباتات، ماشي. عايش معاه تماسيح او تمساح، ماشي، تماسيح. عايش معاه، ما هو النبات يدخل في الجزر يا صاحبي. عايش معاه قرود، عايش معاه كائنات كتيره. مجموع الكائنات دي تسمى ايه؟ مجتمع حيوي. يبقى انا هنا بقى ما خدتش الارانب بس، حطيت جنب الارانب الغزلان والثيران والتماسيح والنمور والاسود واللي جمع كل دول يطلع مجتمع حيوي. خدت بالك ان كل دي كائنات حيه؟ تعال بقى في النظام البيئي، هروح واخد الكائنات الحيه دي اللي هم دول، دي كائنات حيه موجوده مثلا في الغابه. هات الكائنات الحيه دول، حط عليهم بقى المكونات الغير ايه يا دكتور حمزه؟ الغير حيه، اللي هو مين بقى؟ الضوء، الحراره، الرطوبه. ضم دول على بعض يطلع كلمه الغابه. الغابه هنا تمثل نظام ايه؟ نظام بيئي. فعلا الغابه عباره عن ايه؟ عباره عن كائنات حيه ومكونات غير حيه. هجيبها من الاول تاني واولادي، ولادي يركزوا. يبقى انا معايا ارنب واحد، ده كائن حي، ده حاجه بسيطه جدا. اعلى جيب ارانب كتيره، بقى اسمه جماعه حيويه. طب حط مع الارانب بقيه الكائنات الحيه في البيئه، بقى اسمه مجتمع حيوي. طب ضيف على المجتمع الحيوي بقى العوامل الغير حيه، الضوء والحراره والرطوبه وكل الكلام ده والبي اتش والكلام ده كله. كده بقى معايا نظام بيئي زي الغابه. هنا السؤال بقى، الغابه دي موجوده فين؟ موجود منها في افريقيا، حلو. بس لا، موجود فيها منها في اسيا، بس لا، وموجود فيها في امريكا الجنوبيه. يعني النظام البيئي في اكتر من نظام بيئي تاني شبهه، شبهه في المناخ، شبهه في الكائنات الحيه، طبعا فيه. فلو جمعت الانظمه البيئيه دي مع بعض تطلع المنطقه الحيويه. مش انت عندك الغابه دي موجود فيها في افريقيا؟ ايوه، عندنا غابات استوائيه، وفي غابات الامازون، وفي غابات الجانب الاسيوي، وفي غابات في شمال اسمها ايه؟ شمال امريكا الشماليه، وفي غابات عندنا في امريكا الجنوبيه. استناني بقى، كل غابه من دول اسمها نظام بيئي. كل غابه من دول تسمى بالنظام البيئي، مع استثناء طبعا اللي موجوده شمال، انا اقصد في امريكا مش شمال كندا، انا اسف. الغابه دي لوحدها اسمها نظام ايه يا شباب؟ نظام بيئي. طب هات كذا نظام بيئي جنب بعض يكونوا في تشابهات بينهم، يطلع كلمه اسمها المنطقه الحيويه. ضم بقى منطقه حيويه على منطقه حيويه على منطقه حيويه، يطلع الغلاف الحيوي
حيز الحياه على الكوكب كله. نقطه مهمه جدا جدا، خلي بالك منها. التقسيمه دي لو حبيت اعملها، يعني ابداها كده بالنظام من بسيط اطلع بيها لمعقد، هيبقى هنا الابسط وبتحرك اهو الى المعقد. نبدا من عند الكائن الحي. اجتماع الكائنات الحيه يعمل جماعه حيويه، اجتماع الجماعات الحيويه يعمل مجتمع حيوي، مجتمع يتجمع الكائن الحي والغير حي يعمل نظام بيئي، كذا نظام بيئي شبه بعض يعمل منطقه حيويه، اكتر من منطقه حيويه تعمل لي الغلاف الحيوي. ده بقى يدخلني على نقطه جامده جدا جدا جدا، ارجو ان كل ولادي يشوفوها. ما الفرق بقى بين سلسله، ما فيش هنا قلم شغال، ماشي، ممكن نجيب القلم ده من هنا، ايوه جه اهو. ما الفرق ما بين السلسله الغذائيه والشبكه الغذائيه؟ خلي بالكم بقى منها لان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. السلسله الغذائيه بيقول سلسله غذائيه، بص كده، مسار يعبر عن انتقال العناصر الغذائيه لا والطاقه من كائن حي لاخر في نظام بيئي معين. قد تكون سلسله بريه او مائيه حسب المكان يعني. طيب تعالى هنا بالراحه نفهمها مع بعض. مين ده يا حبايبي؟ ده كائن منتج. المنتج ده عباره عن مين؟ قلت لك نبات عنده قدره يعمل بناء ضوئي. لما حضر اكله بنفسه جت جراده كلته. الجراده دي مستهلك اول، اتغذت على النبات لان ما بتقدرش تحضر اكلها بنفسها. طب الجراده دي كانت عامله عضلات وفرده جسمها على مين؟ على النبات. ما تعرفش ان القوي فيه اقوى منه، راح ربنا بعت لها الاقوى منه المستهلك الثانوي اللي هو التاني، اللي هي مين؟ اللي هي الضفدعه. الضفدعه راحت واكله الجراده. طب ليه الضفدعه اكلت الجراده؟ تقول لك ما انا كمان ما بقدرش احضر اكلي بنفسي، مضطر اتغذى عليه. برضه القوي فيها اقوى منه، راح ربنا بعت للضفدعه مستهلك تاني اسمه مين؟ اسمه الثعبان. الثعبان راح واكل الجراد، واحد واكل اسف الضفدعه. ليه يا ثعبان عملت كده؟ يقول لك ما انا كمان ما بقدرش احضر اكلي بنفسي فاضطريت اكل الضفدعه. برضه القوي ما زال كلامه واضح، في اقوى منه. يروح جاي المستهلك النهائي اللي هو مين؟ الصقر. الصقر يتغذى على التعبان، وهكذا يا شباب الى ان يموت الصقر. فان مات الصقر يتحلل بفعل الفطريات او البكتيريا عشان ترجع العناصر اللي كانت جوه جسمه دي الى التربه مره تاني، فياخدها نبات جديد ويعيد الدوره دي تاني يا شباب. نمسح بس ايه الزياده دي كده زي الفل. فاهمين يا حبايبي انا عايز اقول ايه؟ وصل كلامي؟ دي اسمها سلسله غذائيه. لو ولادي بقى مركزين ومعايا منتبهين وللفيديو باصين والمستر ايهاب السعيد محبين هيجيبوا دي معايا. ايه اللي حصل للمواد الغذائيه؟ بالراحه بس. انا هدي مثال من عندنا، ما تقوليش لحد سر يعني، ماشي يا دكتور حمزه؟ من عندنا. النبات ده عمل غذاء، مثلا من ضمن هذه المواد الغذائيه كربوهيدرات اللي هي سكريات، يعني سكريات. السكر ده راح فين؟ راح للجراده، ما هي اللي اتغذت على النبات. طب ولما الجراده كلتها الضفدعه برضو الكربوهيدرات راحت للضفدعه، ومنها للتعبان، ومنها للصقر. الصقر مات، راحت جايه السكريات الفطريات حللته، خدت السكر اللي كان مع الصقر رجعته للتربه مره تاني. شفت بقى ان العناصر الغذائيه بتلف وترجع تاني يا شباب؟ خدت بالك ان العناصر الغذائيه بتلف وترجع تاني؟ الطاقه نفس الكلام، بس الطاقه ما بتروحش بنفس قيمتها، وده موضوع هنتكلم عنه قدام. دي اسمها سلسله غذائيه. اما الشبكه الغذائيه بقى دي فيلم تاني، دي مجموعه من السلاسل. خد بالك لما قلت مجموعه مش سلسله، متداخله مع بعض في نظام بيئي. تعال نبص كده، دي بقى عباره عن شبكه كبيره. النبات ممكن ياكلوا ارنب، ادي اول احتمال، وممكن ياكل، طبعا النبات ده يعتبر كائن منتج مفيش كلام، فهنا الارنب ممكن يبقى مستهلك اول، وممكن ياكلوا فار
برضو ده احتمال تاني. وممكن ياكلوا جرادة، ده احتمال تالت. كده يبقى ايه الفرق ما بين الشبكة والسلسلة؟ ان الشبكة فيها احتمالات متعددة. طيب لو مشينا مع قصة الأرنب، الأرنب ممكن يتغذى عليه مين؟ يتغذى عليه صقر، لا وممكن يتغذى عليه ثعلب. أما الفار ممكن يتغذى عليه صقر وثعلب وبومة، كده الاحتمالات عمالة بتزيد. طب أما ليه الجرادة؟ ياكلها طائر أو ياكلها ضفدع، بص الاحتمالات عمالة تعلى إزاي. طب كل دول ممكن الطائر يتغذى عليه مين؟ تعبان. تعبان ياكلوا صقر تاني. بص عمالين نرجع نلف الدوره، بص الدوره اتشعبت ازاي، ما بقتش اتجاه ثابت، بقت متعدده. طب في الاخر كل دول ماتوا، تيجي الكائنات المحلله تحللهم وتجيب عناصرهم اللي كانت جواه وترجعها للتربه تاني ليعاد الدوره مره اخرى. ده الفرق ما بين شبكه وسلسله. السلسله نظام بسيط. تجد السلسله دي فين؟ في الانظمه البيئيه اللي الحياه فيها قليله. زي مين يا دكتور حمزه؟ الانظمه البيئيه اللي فيها الحياه بتبقى قليله. برافو يا دكتور حمزه، بيقول لك الصحراء. هي فين الحياه في الصحراء يا مستر محمد؟ فين الحياه في الصحراء؟ نظام بيئي على قده خالص. اما الانظمه البيئيه اللي فيها شبكات غذائيه، شبكات الميه، اليابس، عندنا الانظمه دي موجوده كتير. وهنا بقى يجي لي سؤال مهم جدا. الشبكه الغذائيه دي، التدخلات الحلوه دي ما بين الكائنات الحيه والمكونات الغير حيه قد يكون ليها ايجابيه وسلبي، يعني ليها ايجابي وليها سلبي. ايه الايجابي؟ كل ما عدد الكائنات زاد النظام بقى معقد، والتعقيد ده ميزه. ليه الميزه في كده يا دكتور حمزه؟ لو مات منهم كائن يحل محله اخر، فيبقى في استقرار، في توازن. كل ما يعني هديكم مثال. لو ليكوا في الكوره خشوا معايا في الكلام. الدكتور الاستاذ محمد هاني في النادي الاهلي الباك اليمين. الاستاذ محمد هاني في النادي الاهلي مش لاقيين له لغايه دلوقتي منافس. لو اتصاب مش لاقيين حد يلعب في المكان ده يا جدعان، ما دي مشكله. طب لو انا المنطقه دي اللعيب ده ليه بديل واثنين وثلاثه وعشره، هيعمل مرونه ان عدم وجود واحد معايا 10 يحلوا محله. هو ده ميزه او ايجابيه شبكه الغذاء. وجود تنوع في الكائنات الحيه، شبكه معقده ان فقد منها كائن عند المرونه اللي يحل محل غيره. بعد الشر يا رب على حبيبي. دكتور عظام مشهور وشاطر، في منه 4 5 دكاتره زيه. لو واحد قال ده مش شغال او سافر بره مصر مش هيبقى مشكله، ما انا عندي 3 غيره يحل محله وشطار زيه. انا بدي امثله كتير. طب لو هو دكتور واحد ومفيش غيره وهو اشطر وامهر حد، لا قدر الله مات، سافر، قال انا مش هعمل طب تاني، هيبقى مشكله كبيره. لان ما عندناش مرونه والتعدد اللي يبقى موجود بديله. وهي فكره وجود البديل، لابد ان يكون هناك بدلاء. عدم وجود بديل في الحياه بيؤدي لانهيارها. وده بعد الشر على اولادي وحبايبي هيفهموني اكيد. هل الاب ليه بديل؟ لا. هل الام ليها بديل؟ طبعا لا. عشان كده فقد الاب والام اكتر شيء يكسر النظام البيئي الحياتي لاي انسان محب لابوه وامه. لان لا قدر الله فقد اب وام دول ما لهمش بدائل. مفيش اللي يحل محلهم، ولا اخ ولا عم ولا خال، مع كامل احترامي للاخرين، مع كامل احترامي، دول ما لهمش بدائل. عشان كده فقدهم نسال الله ان يصبر اهل هذا الفقد. لكن تعالى بقى، مديري مش موجود، رئيسي مش عارف مين، زميلي، مع كامل احترامي كل دول لهم بدائل. دكتور، لعيب، ضابط، مهندس، مدرس، له كلنا لنا بدائل. عشان كده النظام البيئي كل ما تتعدد شبكات الغذاء فيه يبقى ايجابي جدا. السلبي بقى ان احيانا مع حدوث خلل في جزء من المنظومه الخلل ده يسمع في الباقي. شفت الضمنه لما تترص ورا بعض تروح موقع واحده وقعت، ترسى على واحده بس، لا تروح قاره جايبه الباقي. تعالى نعمل شبكه زي دي يا دكتور حمزه، بعد اذنك ركز يا دكتور حمزه، ركز معايا. شبكه زي دي بس نخليها في الميه، والميه اتلوثت، ايه اللي يحصل؟ النبات مش هيعمل بناء ضوئي جيد، والتلوث هيوصل لارنب، والتلوث يؤدي لموت الفار، وممكن يحصل مشكله مع الضفادع، فلما ياكلها الثعبان يتاثر. نفس الكلام مع البومه، تلاقي كل التاثير شمل المنظومه ككل يا حبايبي.
يبقى ايه السلبيه في تعددات الشبكات وتنوع الكائنات؟ مع انها ليها ايجابيه بس ليها سلبيه، ان الخلل الواحد في مكان واحد لو ما تمش احتوائه ممكن ياثر على اكثر من نطاق، واتكلمت عن الكلام ده ووضحته. كما التلوث الجو بيأثر على كائنات كتيره، تلوث الميه بيأثر على كائنات كتيره. وبكده حبايبي نكون وصلنا الى مستويات التنظيم في الغلاف الحيوي اللي اتمنى ان نكون قدرنا نوفق فيها لمعلومات جميله للطلبه. ده يعتبر الشق الاول حبايبي. في شق تاني بقى هينزل لكم قريب، اللي هو ايه بقى؟ الشق التاني بقى ده على منصه بسطتها لك محدش ينسى. ايه بقى الاسئله اللي جت على الدرس ده؟ ده بقى على المنصه بتاعت بسطتها لك حبايبي. اللي عايز يتابعني وعايز يحل معايا بقى المستويات العليا للاسئله والكتب الخارجيه لا وتقييمات الوزاره اللي بتنزل كل اسبوع، تعالى لي بقى على منصه بسطتها لك نشرح ونحلل اللي انتوا فهمتوه ده ازاي الحل بيجي عليه باذن رب العالمين. هننتظم معاكم باذن الله على المنهج كله. اشوفكم موفقين مسددين متالقين، اللهم امين. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.